يا ابن اللعيبه يلا انا الثالث وزيزو. الحمد لله، انا بحمد ربنا اول حاجه، الف ليك حمد وشكر يا رب. الحمد لله والشكر لله. بشكر مجلس الاداره وبشكر اللعيبه على المجهود دوت. كنا متحملين 5 ماتشات كؤوس. الحمد لله، بحمد ربنا وبشكر فضله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله احنا تعبنا وكسبنا الحمد لله، وده بس ربنا بيكلل تعبنا والله العظيم ما كان مش اكتر. والحمد لله الحمد لله على كل حاجه ان شاء الله. هو حارس المريخ احمد عيد متميز طول الموسم، بدليل ان هو لعب كل المباريات لعبها، وانتوا بتختاروه من منتخب ال6 مجاميع، يعني في اكتر من اسبوع يختاروه احسن حارس مرمى. فالحمد لله على اداؤه، وانا بهنيه على اداؤه وبهني زمايله كرم واحمد محسن ومحمد الهويدي، ال4 حراس متميزين. والله الحمد لله والشكر لله على النتيجه. طبعا هي المسؤوليه جت كده، يعني الناس مجلس الاداره حصل ظروف مشكله بين الجهاز الفني ومجلس الاداره فاتشال، فطبعا الوقت قصير فما كانش ينفع يجيب حد من بره، فاللعيبه اختارت ان انا اكون موجود معاهم، والحمد لله انتوا شايفين احنا ادينا كويس، بس جت في الاخر هي 10 دقائق يعني كده اللي خطفوا فيها ال3 اجوان، بس الحمد لله ان احنا قعدنا في الدوري. الحمد لله احنا كنا برضو يعني قلقانين من الماتشات الثانيه، والحمد لله ربنا برضو كلل جهود الشباب الجميل ده اللي بذل مجهود، وما برضو ما كشفهم ربنا، واحنا استنينا واحنا موجودين في الدوري ان شاء الله السنه الجايه، وباذن الله في صياغه جديده وفي منظومه جديده خالص لفريق كره القدم، ودول رجاله فؤوس، والوضع الطبيعي للفرقه دي كان يبقى في الترقي النهارده، مش ينتظروا في الدوري، كان المفروض يبقوا في الترقي في 3 مترقين، بس هو ظروف. في معتز يا كابتن، هات لي معتز. تعال معتز. و30 لعيب او 35 لعيب والاداره بورسعيد كلها بنهدي الترقي دوت لمحمود التزوي، وبنشكر الاداره وبنشكر كابتن حسام غويبه، بنشكر الكابتن ياسين، وبنشكر الكابتن مرسي، وبنشكر الكابتن احمد جوهر، وبنشكر بورسعيد كلها والناس وقفت معانا. بنشكر والله الشهيد محمود احنا بنقرا له فتحه ديك، شايف احنا بنحتفل بيه برده، كان الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، احنا كان نفسنا يبقى معانا في الفرحه ديت والله، بس الحمد لله. ونشكر طبعا حضرتك والناس كلها على الولد ان شاء الله. اولا شعوري ان انا موجود في بورسعيد، ودي من اقرب المحافظات الى قلبي، ويمكن انا ما جيتش من ماتش السنغال، وكنت حريص على وجودي النهارده مع حماده اخويا، ويقول لكم عليه بعد كده اللي هيحصل ايه كابتن بوب ومش انا، لكن الحقيقه شفت مجموعه صغيره، مجموعه عندها مميزات كتيره جدا في الكوره، صغار السن، يعني هي عمليه تنظيم بس في الملعب، ويبقوا فرقه كبيره، وان شاء الله اتمنى ان اشوفهم في الدوري الممتاز السنه الجايه، لان زي ما بقول دايما الكوره في مصر من غير بورسعيد، سواء مريخ سواء مصري، او لازم اقول المصري الاول لان المصري هو الكبير، فطبعا ملوش طعم.